السلام عليكم. لو نفسك في طعم زمان والريحة اللي تملى البيت دفى وسعادة يبقى الحجازية هي الاختيار الصح. النهاردة هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني وهقول لكم على أسرار تخليها ناجحة معاكي من أول مرة. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا عملناها ازاي. أول حاجة أنا حطيت 3 كوبايات دقيق سميد بنفس عيار المج اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده حطيت كوبايتين دقيق وبنخلهم زي ما انتوا شايفين، كله بنفس عيار المج هنشتغل النهارده بيه، وكوبايه سكر. وبعد كده حطيت كوبايه 3/4 كوبايه سمنه وكملت الربع الباقي زيت. لو عايزه النص سمنه والنص زيت برضو اللي يريحك عادي. هقلب بس الاول دقيق السميد مع الدقيق الابيض مع السكر كويس جدا، وبعد كده هنزل عليهم بالسمنه والزيت. هقلبهم كويس قوي لحد ما يختلطوا مع بعض والدقيق السميد ده يختفي مع السمنه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اقلبه كويس جدا هبدأ كده بين ايديا كده وهبسه زي ما بنبس الكعك بالظبط كده. خلاص كده تمام. هركنها على جنب وهعمل بقى الخميره. المفروض خطوه الخميره دي تعمليها قبل ما نبتدي في الدقيق السميد، بس عادي هنسيبه يرتاح قبل ما نعمل الخميره عادي. كنت نسيت رشه الملح حطيتها على الدقيق السميد. وبعد كده حطيت نص كوبايه ميه دافيه وكيس خميره ومعلقه سكر وقلبتهم سبتهم عشان يخمروا. هدهن الصاج بتاعي اللي هعمل فيه ده صاج 30 في 40. وهنا بقى هنعمل الحشوه بتاعتنا. كوبايه دقيق سميد وكوبايه سكر ومعلقتين قرفة ومعلقتين كاكاو خام، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وبعد كده هحط لهم بقى نص كوباية مية كده، بس هرشهم كده حبة حبة لحد ما الخليط بتاعي ده يوصل لقوام كده الرملة المبلولة بالظبط. يعني انا قلبتهم كده، هم لسه هيتحط لهم شوية مية تاني برضو، وهتشوفوا شكله دلوقتي القوام بتاعه ازاي. هنا كانت الخميرة خمرت، حطيتها بقى خلاص على الدقيق السميد بتاعنا، وهحط علبتين زبادي وهقلبهم بالمعلقه كده. انا مش هعجن عجين فيها لان دي السميد ما بيتعجنش، لان لو دي السميد اتعجن الجلوتين هيشتغل فيه وهيعضم معايا بعد كده وتنشف. يدوبك بس تختفي معاكي الدقيق كده، يختفي مع الزبادي والخميره اللي احنا حطيناها كده وخلاص هي كده تمام. هجيب بقى الصاج بتاعي وهقسم العجينه بتاعتي على نصين. هاخد النص الاولاني هحطه في الصاج وافرده كويس جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في لايك كده، ولو ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك ومتابعة ليا لصفحتي، وسيبيلي كومنت حلو كده منك. هفردها كويس جدا، وبعد كده هجيب بقى خلطة الحشوة بتاعتنا هحطها في النص وهسويها كويس قوي. حاولي انك انتي توزعيها كلها تبقى بسمك واحد. هفردها كويس جدا، وانتي بتفردي كده حاولي انك انتي تدوسي عليها، يعني مش هتضغطي جامد، بس اللي هي تثبتيها شوية مع الطبقة الاولانية يعني. بعد كده هحط باقي العجين. عندك بقى يا اما الطريقه اللي انا بفرد بيها كده بالقطعه على ايديا كده وبرصها، يا اما لو عندك مثلا كيس بلاستيك او ورقه زبده تفرديها عليها مره واحده وتحطيها على الصاج كده وتسويها وخلاص. اللي يريحك اعمليه. هنا كنت خلصتها، هسويها بقى باي حاجه عندي كده تكون يعني عريضه كده زي القطاعه اللي انا بسوي بيها دي كده بالظبط. لو عندك سكريبر ممكن برضو تسويها بيها. بعد كده بالشوكه وهحددها كده هخططها كده من فوق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هبدأ اعلم عليها كده، يعني بصي انا ما بقطعهاش، انا بس بحددها كده بالقطاعة دي، بس مش بقطعها. طبعا انا هسيبها ترتاح شوية على الرخامة على بال ما اشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اول ما تسخن معايا هحطها في الفرن، يعني هتقعد حوالي مثلا ربع ساعة بره عبال ما الفرن ما تسخن كويس قوي معايا. وبعد كده هدخلها في الفرن، هنزل الشبكة لأول رف وهحطها عليه، بتقعد حوالي نص ساعة لساعة الا ربع كده، بتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحجازية الاسكندراني ما بتلزقش شربات، بس انا دهنت الوش بتاعها بعسل نحل. مش عايزة برضو دي، يعني اختيارية، يعني دي خطوة اختيارية مش أساسية فيها يعني.
هتسيبيها شوية كده تهدى، وبعد كده هنكملها بقى تقطيع زي ما شفتوا كده. وخلاص هي كده جهزت معانا وبقت تمام قوي. بصوا، بصوا الحشوة متساوية ازاي في النص. جربيها وبألف هنا.